إخواني أخواتي السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم البيتكوين بالدارجة. معنا الديلي فريم بالنسبة للبيتكوين. إخواني أخواتي، النظرة الأولى كيبان لنا بأن عندنا واحد ترند تصاعدي بالنسبة للبيتكوين. إلا مشينا الفريم ديال 4 ساعات كما كتلاحظوا، يعني بعد الاختراق اللي كان عندنا البارحة ديال 200 يوم الأخيرة، كان هذا هو البروغنوز اللي تحدثنا عليه أيضا في التليجرام، ومن بعد كان هذا الارتفاع القوي. إخواني أخواتي، إلا جينا نشوفوا تقريبا هذا الارتفاع شحال كان، يعني تقريبا 300 دولار. ولكن إخواني أخواتي، بالنسبة للبير ماركت يعني 300 دولار قفزة للبيتكوين 300 دولار، يعني تقريبا 3 جماعات، فهي شيء جيد. الإيجابي اللي كنلاحظوا الآن إخواني أخواتي بأننا كنرتكزوا الآن على الاي ام اي ديال 200 يوم الأخيرة. كما كتلاحظوا يعني كانت عندنا بعض المرات تقريبا الملامسة، ولكن من بعدها دائما الصعود إلى الأعلى. ولا لاحظتوا معايا اخواني اخواتي، يعني منذ الحادث ديال الاف تي اكس وحنا كنداولوا تحت الاي ام اي ديال 200 يوم الاخيره، فلهذا فهو شيء ايجابي. كان عندنا الاختراق مره واحده عند الإعلان على سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية اللي شكل 50 نقطة، وبعدها كان التصريف كما لاحظتوا. يعني كما لاحظتوا يعني تقريبا فقط يومين كان تداول فوق الاي ام اي ديال 200 يوم اخره. فلهذا اخواني اخواتي، انا بالنسبه لي نظرتي الى الغد ان شاء الله، اهم شيء باننا ربما تكون عندنا واحد الزياره لمنطقه 16860 دولار، ومن بعدها لازم يكون لنا ارتفاع الأعلى. هذا يعني هذه المنطقة هذه منطقة قوية، ارتكزنا عليها عدة مرات، ويكون إيجابي بالنسبة للبيتكوين، يعطي أيضا واحد النظرة إيجابية بالنسبة للبيتكوين. إلا كان ارتكاز على هذه المنطقة وبعدها بقينا ندولو في هذه المنطقة هذه، يعني تقريبا بحال اللي قلنا يعني موازي، أو تقريبا 50 حتى 100 دولار فوق الاي ام اي ديال 200 يوم الأخيرة، حتى افتتاح الأسواق التقليدية اثنين الصباح. اما في حاله يعني الا كان نزول ومن بعدها الباونس، ورغم ذلك ما بقيناش نقدروا نداولوا يعني فوق الاي ام اي ديال 200 يوم الاخيره. فاخواني اخواتي، ربما يتشكل عندنا تقريبا بحال واحد الام باتان، يعني دبل توب، ومن بعد يكون عندنا النزول لهذه المناطق هذه. انا بالنسبه لي المنطقه الاولى اللي نقدروا نزوروها هي منطقه 16740 دولار. إخواني أخواتي، منطقة 16740 دولار أنا بالنسبة لي كتبان لي هي المنطقة القادمة غدا إن شاء الله. يعني أنا بالنسبة لي أغلب الظن بأننا يقدر يكون عندنا النزول لهذه المنطقة هذه. إخواني أخواتي، الآن مازال ما عندناش يعني شي شيء اللي كيبين لنا السلبية. تكلمنا إخواني أخواتي، عندنا في الأسبوع القادم الخميس القادم إن شاء الله 12 جونفي غادي يكون عندنا الإعلان على حالة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الأربعاء والخميس ربما تكون عندنا واحد الفولاتيليتي اللي تكون عالية، ولكن بالنسبة الآن أنا لا أرى السلبية. فلهذا إخواني أخواتي، أنا بالنسبة لي يعني هذا غادي يكون تزامنا الاثنين مع افتتاح الأسواق التقليدية، وهذه المنطقة هذه بالنسبة لي الرأي ديالي غادي تكون موازية اليوم الاثنين عند افتتاح الأسواق التقليدية. إخواني أخواتي، شيء آخر إخواني أخواتي، إلا جينا نشوفوا فقط الماكدي، يعني كما كتلاحظوا يعني في المنحنى عندما تكون عندنا التداول يعني في المنطقة الإيجابية إخواني أخواتي، فكما كتلاحظوا فأيضا السعر ديال البيتكوين يعني الشمعات كتكون أيضا آه، في الأخضر، يعني تيكون عندنا ارتفاع. وكما كتلاحظوا الآن يعني أيضا الشيء نفسه. شيء آخر كما كتلاحظوا الآن إخواني أخواتي، بالنسبة لي الآن كما كتلاحظوا يعني الآن الخط الأزرق تقترب يعني من السلبية. فكما قلنا ربما في غالب الأحيان أنا بالنسبة لي المنطقة القادمة اللي يكون الارتكاز عليها هي منطقة 16740 دولار، يعني من هنا إلى الغد إن شاء الله. أما بالنسبة لللايتكوين إخواني أخواتي، كما كتلاحظوا فاللايتكوين لا زالت تظهر الإيجابية، يعني ما زال في ترند تصاعدي. ومرة أخرى أي نزول فهو فرصة للشراء. إخواني أخواتي، يعني النزول هو اللي خاصنا نشوفوه، يعني ما هو النزول اللي يمكننا نعاود نشريو عليه اللايتكوين. إخواني أخواتي، كما كتلاحظوا يعني الآن كل شيء
متعلق بحركة البيتكوين. فاللايتكوين هي دائما عندما يكون البيتكوين يرتفع إلى الأعلى، فاللايتكوين أوتوماتيك يعني أيضا ترتفع إلى الأعلى. فلهذا إخواني أخواتي، الحركة السعرية ديال البيتكوين غدا إن شاء الله والاثنين هي اللي غادي توجه لنا المسار ديال اللايتكوين في الأسابيع القادمة إن شاء الله. إخواني أخواتي، هذا كان فقط واحد التحديث صغير. شكرا للمشاهدة، والى الفيديو القادم إن شاء الله. مع السلامة.